الإمام الغزالي كما موت الجوبفيت بسوست كاناتوች ነው ይሄንን ኪታብ تصنيف ያደረጉት قبل موته ب3 أيام صنف هذا الكتاب اسمه إلجام العوام أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك اللفظ جسما ፈለጉበትም هو عضو ክፍለ አካል ይሆነን مركب የተገጣጠመን من لحم كسጋ ودم كدم وعظم كأጥንት የሚገጣጠመውን አካል እንዳልፈለጉበት قطعا ويقينا ሊያውቅ ይገባላሉ هذا كلام من الغزالي حجة الإسلام يتبان አንዳንዱ በዚህ ዘመን أو كفر نقول اسمه كافر إلا بالله فمن عبد جسما فهو كافر بإجماع الأمة السلف منهم والخلف الإمام الغزالي كما موت الجوبفيت بسوست كاناتوች ነው ይሄንን ኪታብ تصنيف ያደረጉት قبل موته ب3 أيام صنف هذا الكتاب ما اسمه إلجام العوام لا نبلاችሁ مفلግ ቦታ አለ ግን ከዛ በፊት الإمام الغزالي مقدمة ላይ ያሉትን ነገር ማየት ፈለኩኝ ሙቀዲማው ላይ ያሉትን የኪታቡ መክፈቻው ላይ ማለት ነው የሆነ ጥያቄ ነው መጣላቸው ጥያቄ በዛ ጥያቄ يعني بسبب ذلك السؤال ይሄንን ኪታብ تصنيف አደረጉ ጥያቄውን ካዩት በኋላ ምንድን አሉ فاجبتك የጠየቀኝ መልስ ሰጠሁ እነዛ ጥያቄዎች ላይ መልስን በመደሰ ሰጡት በዚህ ኪታብ ይሄንን ኪታብ እነዛ ጥያቄዎች ላይ መልስ ለመስጠት ብለው ጻፉት فاجبتك الى طلبتك የጠየቀኝ ነገር ጀዋቡን ሰጠሁክ متقربا الى الله سبحانه وتعالى ودا الله لمقرب بي قبل موته ب3 أيام بإظهار الحق الصريح صريح قلت يهونن حق لما سايت بي ይሄንን ኪታብ ጻፍኩኝ አሉ من غير مداهنة ومراقبة جانب ይሄንን ኪታብ ጽፍ ሙዳሃና አይደለም እኔ ሙዳሃና ማደርገው ሰው የለም ያኔ እከሌ እንዲወደኝ ብዬ ዛቀ እንዲሰጠኝ ብዬ ومراقبة جانب የሆነ ጃኒብ مثلا ስልጣን ያለው ሰው ጃኒብ اريد ان اراعيه ብዬ የጻፍኩት ነገር አይደለም متقربا الى الله ብዬ ነው አሉ ومحافظة على تعصب دون مذهب يعني بدون محافظة على تعصب متعصب ሆኜ አይደለም ለሆነ መዝሀብ አሉ دون مذهب ሌላ መዝሀብ ትቼ لا فالحق أولى بالمراقبة حق المراقبة لنادرق يقبال سووችን ሳይሆን አሉ ስልጣንን ሳይሆን ገንዘብን ሳይሆን والصدق والإنصاف أولى بالمحافظة عليه ፍትሃዊ መሆን ይሄ ነው መጠበቅ ያለበት የሰው ልጅ ኸዋጥር አይደለም አሉ እኛ የአላህ ተዓላን ውዴታ ነው የምንፈልገው እንግዲህ ይሄንን ኪታብ ሲጽፉ እንደዚህ አሉ ከዛ ምን እንደሚሉ የፈለኳትን ዒባራን አሁን አነባታለሁ في الصحيفة 52 ጥያቄው ላይ ምንድን አለ مثلا ቁርአን ውስጥ ወይ ሐዲስ ላይ يد الله فوق أيديهم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن ቀጥታ ትርጉማቸውን ካያችሁ አላህ ተዓላ የሆነ ክፍል አካል እንዳለው አይነት ሙምኪን ሊያስመስል የሚችል አይነት ነፍስ የለም ቁርአንና ሐዲስ ላይ ስለነዚያ ጥያቄዎች ተጠየቁና ለምንድነው ነብዩ እነዚህ ቃላቶችን የተጠቀሙት እሺ ቁርአን ላይ የድ ለምንድን ተባለ አይን ለምንድን ተባለ ወጅህ ለምንድን ተባለ የሚለውን ተጠይቀው ምንድን አሉ ይሄንን መልስ ሲሰጡ فعلى العامي وغير العامي عامي የሆነ ሰው ተራ ሙስሊም ማለት ነው ዒልም የሌለው እንደኛ አይነቱ وغير العامي عامي ያልሆነም ዑለማ የሆነም ማለት ነው أن يتحقق بحقيقة ሊያውቅ ይገባል قطعا ويقينا ቁርጥ ያለውን يقين የሆነውን حقيقة ሊያውቅ ይገባል أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام لم يرد بذلك اللفظ ያንን ቃል ሲጠቀሙ يد የሚለውን إصبع የሚለውን ወይ ቁርአን ላይ يوم يكشف عن ساق ሲባል اللهم نبيهم እንዳልፈለጉ ሊያውቅ ይገባል አሉ ሙስሊም أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك اللفظ جسما الفلقوبتن هو عضو ክፍለ አካል ይሆነን مركب የተገጣጠመን من لحم كسጋ ودم كدم وعظم كأጥንት የሚገጣጠመውን አካል እንዳልፈለጉበት قطعا ويقينا ሊያውቅ ይገባል አሉ ሙስሊም هذا كلام من الغزالي حجة الإسلام يتبالو الشافعي مذهب لاي من أصحاب الوجوه هنوت في مذهب الإمام الشافعي أصحاب الوجوه من هم كشافعي مباشرة قتلوا يممتوت مالتنا أهون عندهم من دون الله أكل عالم مجسم قال أسكفر من الهال ما يمت الله نقل من النقل شافعي أصحاب الوجوه أصحاب الترجيح نقل يمت الرشا نقل يأتيك بهؤلاء ياو كتاب لا إله هذا من أصحاب الوجوه شافعي من دون المجسم كافر
صاحب المذهب والذين يلونه يقولون المجسم كافر كان طلع عنده يمطانا مع احترامنا له لا إله لا يقبل كلامه مكنياتهم ترتيب درجة هنا التبك هذا الإنسان تجرأ على ما ليس له أن يتجرأ عليه هذا لو ثبتت عنه لو فرضنا أنه قال تلك الكلمة وأن ذلك على الله تعالى محال إيه بقى الله عندما يمتشبت ليوقع الجبال المسلم عامي غير عامي ماله وهو عنه مقدس الله كزي تترارانو يد سبال إيه التفلقبتم عين سبال إيه التفلقبتم يصبع سبال إيه التفلقبتم إلى آخره النزان ملوت جاءت العبارة ومتالت فإن خطر بباله بلبو إيه نقر بمتأنا بيامنبت أن الله تعالى جسم الله أكال يمل بلبو لا يمتو بلو بيسدونا بيامنبت مركب من أعضاء ككفل كاناتوች የተገጣጠመ ነገር ነው ብሎ ካመነ فهو عابد صنم فهو عابد صنم ይሄ የሐውልት አምላኪ እንጂ አላህን ዒባዳ የሚያደርግ ሰው አይደለም ማለት وهو آخر كتاب صنفه الغزالي ከዛ ምንድን አሉ فإن كل جسم مخلوق አሁን ማስረጃ እየሰጡ ነው ለምንድን ነው عابد صنم የተባለው አላህ ተዓላ ጅስም ነው አካል ነው አርሽ ላይ የሚቀመጥ መቀመጫ ያለው እግር ያለው ሁለት እጅ ያለው አይኖች ያሉት ፊት ያለው ብሎ የሚያምን ሰው ሰነምን ነው ዒባዳ ያደረገው እንጂ አላህን አይደለም አሉ فإن كل جسم مخلوق ሁሉም ጅስም አካል ፍጡር ነው መክሉቅ ነው وعبادة المخلوق كفر مخلوق مملك كهدت كفر كهدت ነው ضلال لالم بدعة لالم أي جنسويه كافر አይደለም كفر عابد صنم وعبادة المخلوق كفر وعبادة الصنم حاولت عبادة ማድረግ إنما كانت كفر لمن كفر ነው ማለት ሐውልትን ሰርቶ በእጁ ከዛ ያ ኢላሂ የሚለው ለምንድነው ካዲ የሆነው لأنه مخلوق صنم مخلوق ስለሆነ ነው وإنما كان مخلوقا مخلوق መሆኑን እንዴት አወቅን صنم ሐውልት لأنه جسم አካል ስለሆነ አላህ አካል ቢሆን ምን ይሆናል مخلوق ይሆናል مخلوقን ያበደ ደግሞ ካፊር ነው አሉ فمن عبد جسما ደገሙት فمن عبد جسما جسمን ያበደ ሰው فهو كافر መጀመሪያ ኩፍሩን ነው ያሉት وعبادة المخلوق كفر አንዳንዱ በዚህ ዘመን ይላል አው ኩፍር ነው ግን እሱ ካፊር አይደለም ይላል فمن عبد جسما فهو كافر بإجماع الأمة السلف منهم والخلف ما معنى بإجماع الأمة باختلاف الأمة بإجماع الأمة السلف منهم والخلف هذا آخر كتاب صنفه الغزالي كذا ولا يمتؤنا إجماع يلا مجسم كافر الدولة إن أنت علماء قال أدب الله تفضل ماذا تقول حجة الإسلام يالو هذا حجة الإسلام حتى كذي كتاب بفيت ليلا نجر بلونكوان الغزالي የመጨረሻ ንግግራቸው ይሄ ነው ኢብራው ደግሞ በመጨረሻ ንግግር ነው ሰውየው መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ያለው ተሐላም ለዛ ያለ ዒልም ሳያውቁ ዝም ብለው ለሆነ ጥቅም ብለው ወይ ለስልጣን ወይ ለገንዘብ ወይ ለሹህራ ወይ ለሆነ ፖለቲካ ጥቅም ወደዛና ወደዚህ መሄድ ዲን ላይ አይረባም ይሄ ዲን ላይ ወይ ሐቅ ነው ወይ ባጢል ነው ወይ ኢማን ነው ወይ ኩፍር ነው ይሄ ደግሞ እኛ የሚሰጠው ወይንም ደግሞ የምንቀያይረው እንደፈለግን በይነ ለይለትን ወዱሃ አቋም አይደለም ለይሰ ከዛ